دي سلمى ضحية عمها، الطفلة اللي عندها 14 سنة، الطفلة اللي في الصف الثاني الإعدادي. سلمى كانت لوحدها في البيت لما خبط عليها عم أبوها اللي هي بتقوله يا عمي، والراجل اللي عنده 44 سنة. عمها جارهم وهي افتكرته بيخبط عليها عشان يسأل على أبوها المريض بالسرطان واللي موجود في المستشفى مع والدتها. البنت المسكينة اتفاجأت براجل اللي بتقول يا عمي بيتهجم عليها ويعتدي عليها، قضى على شرفها، وقبل ما يخرج هددها وقال لها لو اتكلمتي أنا هذبحك ومحدش هيصدقك، أنا راجل معروف هنا وعندي 4 بنات. هو افتكر إن عنده 4 بنات لما جه هددها، لكن لما جه يعمل عملته نسيهم. سلمى خافت تقول لأمها وأبوها مريض، ومرت شهور وسلمى ما اتكلمتش لغاية لما أمها لاحظت إن البنت بطنها كبيرة. أخدت البنت وراحت بها للدكتور اللي عرفها إن البنت حامل. أمها صرخت عند الدكتور وسألت البنت مين اللي عمل فيكي كده؟ ردت البنت وقالت لها وهي بتعيط عمي فلان. الأم أخدت بنتها وراحت على المركز، عملت بلاغ في الراجل ده، وبمجرد ما الخبر اتعرف والقرية عرفت بقى الكل يبص للبنت على إنها هي المذنبة، وزمايلها في المدرسة بطلوا يتكلموا معاها، حتى جيرانهم ما بقوش يخش عندهم. الأم صعبت عليها بنتها، قعدتها في البيت من المدرسة. سلمى ولدت، جابت بنت، الطفلة جابت طفلة، ومش عارفين يكتبوها باسم مين. ما هو الراجل دوت أنكر والقضية في المحكمة. كنا زمان بنقول لبناتنا لما يجي خالك ولا عمك دخليه، ولاد عمامك لا دول شباب. تفتكروا في الزمان ده في أمان لحد؟ كان الله في عون الأسرة دي. وقبل ما أقول لكم سلام عليكم تشتركوا في القناة، تعملوا لايك للفيديو، وأشوفكم في قضية تانية وجريمة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.